لو شفت عربية مخبوطة عاملة حادثة في الشارع ممكن يجي في بالك ازاي هترجع من تاني زي الأول. الشاسيه وأنظمة القيادة متضررة هنا جامد، بيبان وقتها قد ايه بشكل عام الموديل محطوط فيه مجهود مش طبيعي في الصناعة. أنا شفت صورة من فترة للفرق بين أجزاء ميكانيكية لموديل ألماني قصاد موديل أمريكاني، في فروقات كتير في كل حاجة، كل بلد وكل شركة شغالة بدماغ مختلفة شوية. كان في برنامج بيجي على التلفزيون زمان اسمه هاو اتس ميد، بيختاروا موديل مشهور ويعدوا على خطوات تصنيعه بالكامل. Provides the extreme stiffness required in a sports car chassis. هنعمل زيه وهناخد جولة في الفيديو ده جوه مصنع للعربيات، وهنشوف ازاي عربية بتتعمل من اول المواد لحد ما تتباع للعميل. والخطوات دي هتطبق اغلبها على اغلب الشركات في كل العالم، مش شرط دولة او مكان معين. الاول علشان تصنع عربية لازم تجيب المواد الخام بتاعة القطع نفسها، فهتلاقي شركات بتستورد من دول معينة او حتى تصنعها بنفسها. بيبدأوا ان هم يستلموا المواد الخام الاول والاجزاء بتاعة العربية نفسها. في شركات ساعات تلاقي بتستورد حتى الابواب. المهم ان بعد ما بيتم تخزين استلام المواد الخام دي زي الحديد مثلا، بيتم على طول دخول الحديد ده في مكان معين بيطلع الحديد ليه شكل كده، بمعنى ان الحديد هنا بيكون ملفوف زي البقرة كده. بعدها بيتفرد وبيتحط على مكان بيشكل الحديد ده لقطع العربية نفسها، سواء كان باب او جزء معين من الهيكل نفسه. وطبعا كل الشركات حاليا بتكون شغالة بروبوتات، البني ادمين اللي موجودين بس علشان يدوا اوامر ويشغلوا الروبوتات دي، غير كده ملهمش اي تدخل في اجزاء خالص. الحديد بيتشكل على حسب الاحتياج عن طريق الضغط من مكابس بتضغط ضغط عالي جدا، ممكن توصل هنا لأكتر من 1.5 طن. وبعد ما القطع خلاص تكون وصلت، العمال على طول بيبدأوا يتأكدوا ان مفيش خدوش في الهيكل او الباب او اي جزء في العربية، وبعدها بتبدأ عملية التلميع وبيتأكدوا ان كل جزء سليم وتمام. فدلوقتي خليني اشرح لك ازاي الشاسيه نفسه بيتكون، والشاسيه ده بالذات جزء مهم في اي عربية. علشان كده هتلاقي العربيات اللي بتنزل نصين بتكون سعرها ارخص بكتير، لان الشاسيه اتقطع وساعتها ممكن تعرض حياتك للخطر اكيد. الشاسيه هو الهيكل الاساسي اللي بيشيل كل مكونات العربيه، بيبدا تصنيعه من خامات الحديد في الاغلب، وبعد كده بيتشكل ويتجمع لحد ما يبقى شاسيه كامل. في العاده المصانع الكبيره بتستخدم تقنيات حديثه والات متطوره علشان تضمن ان الشاسيه هنا يكون بجوده عاليه وامن اكيد. كل ده ليه معايير طبعا بس مش هنخش في تفاصيلها. اول حاجه بتبدا ان تكون عمليه تصنيع الشاسيه هي تحضير الخامات زي ما قلت لك في الاول. الحديد بيجي على شكل الواح او قضبان كبيره، ودي بيتم نقلها للمصنع. الحديد ده بيبقى عالي الجوده ومخصوص لتحمل الضغوطات والاوزان اللي بيتعرض لها الموديل. في العاده بيكون في منصات خاصه في المصنع بيتم عليها تجميع الاجزاء دي بشكل اولي. هنا العمال بيستخدموا اجهزه لحام متطوره علشان يلحموا الاجزاء مع بعضها ويضمنوا انها تبقى متينه جدا. في المرحله دي الشاسيه لسه مش متجمع بشكل نهائي، ولكنه بيبدا ياخد شكل مبدئي ليه. بعد ما الاجزاء الاوليه بتتجمع بيجي دور اللحام النهائي، ودي بتكون عمليه دقيقه جدا، وده لان اي خطا في اللحام ممكن ياثر على متانه الشاسيه كله. العمال بيستخدموا تقنيات لحام زي اللحام الكهربائي، وده اللي بنشوفه عند الحدادين مثلا لما بيلحموا قطع حديد. لكن طبعا عند العربيات الموضوع بيكون مختلف شويه، لانها بتكون اقوى حبتين في طريقه اللحام نفسها. بس في كام حاجه بتحصل قبل اللحام نفسه. الموضوع مش مجرد هات القطع والحمها وخلاص، بل في شويه مراحل كتير لازم تتم الاول. اول حاجه بتتعمل هي التجهيز، ودي بتكون تنظيف المنطقه اللي هتتلحم من اي زيت او صدى او اي قطع مش نظيف حتى. وبعد كده بتبدا في عمليه التسخين، يعني بنسخن الاجزاء اللي هتتلحم علشان نقلل التوتر ونمنع التشقق اللي ممكن يحصل في الشاسيه بعد كده. بعدها بنروح نلحم الموديل زي ما قلنا. بعد اللحام لازم يتساب الهيكل يبرد ببطء علشان اللحام ما يتشققش بعدين. بعد ما يبرد اللحام بتبدا عمليه التشطيب، هنا بيتم تنظيف اللحام وبيتم تنعيمه، وساعات بيتم طلاء المنطقه دي للحمايه من الصدى. بعد كده بعد اللحام النهائي ما بيخلص الشاسيه بيتم فحصه بشكل نهائي. في طبعا اجهزه فحص متقدمه بتتاكد ان اللحام معمول بشكل صحيح وان مفيش اي شروخ او اي عيوب صغيره جدا. وكمان اكيد بيتم فحص القياسات بتاعته وان كل حاجه مظبوطه حسب التصميم فعلا. والشاسيه بعد كده بيتنقل لمرحله الطلاء والحمايه، بيتم رش الشاسيه هنا بطبقات من الطلاء اللي بتحميه من الصدى والعوامل الجويه. بعد كده الدهان ده بيكون معمول بشكل معين علشان يستحمل الظروف اللي ممكن يتعرض لها الموديل. وكل مصنع بيكون عنده جزء معين بيدهن على حسب الدوله، بمعنى ان تصدير الموديلات لدول الخليج مثلا ساعات بيحتاجوا ان الموديل يكون فيه عازل حراري، وعلشان كده هتلاقي في مصانع فيها اماكن مخصوصه للكلام ده. ونفس الحوار بيحصل على حسب الدوله
الكاملة والعوامل بتاعتها. وبعد ما الشاسيه بيكون جاهز بيتنقل لخط التجميع النهائي في المصنع. هنا بيتركب بقى باقي المكونات العربية زي المحرك ونظام التعليق والفرامل وكل الأجزاء التانية اللي ممكن تتخيلها. هنا الشاسيه بيكون القاعدة اللي بتتشال عليها كل المكونات دي، ولازم يكون متين علشان يستحمل الوزن والضغط بعد كده. وبعد ما الشاسيه بيخلص بيتركب على طول فيه الأبواب والإزاز وكل حاجة بتتركب في مكانها، طبعا الفوانيس والفرش أكيد، الكراسي وكل حاجة بتتحط. وبيكون كل باب وكل قطعة لازم يمر عليها مهندس علشان يتأكد إن كل حاجة تمام ومفيش عيوب. ولكن قبل ما يتركب الكراسي بيتم تركيب الجزء الكهربائي اللي فيها من بره، وده بيكون جزء يدوي غالبا في أغلب الشركات. يمكن أصعب جزء هو الكهرباء بتاعت الموديل كله، لأن التكنولوجيا بتتقدم مع الوقت وكل عربية جديدة بيكون فيها اختراع جديد بيزود تعقيدات أكتر ما هي معقدة أصلا. الكهرباء لازم يهتموا بالأسلاك وبكل جزء فيها، لأن لو حصلت مشكلة مش هيقدروا يكتشفوها إلا في وقت التجارب. كل سلك حرفيا لازم شخص يبص عليه ويتأكد إنه سليم وفي مكانه مظبوط. الكهرباء هنا عبارة عن العصب بتاع الموديل، أي حاجة تبوظ خلاص هتحصل مشكلة كبيرة أكيد بعد كده، وبالذات المشاكل اللي بتكون في الكمبيوتر بسبب قراية غلط، وده بنشوفه كتير. بعد ما بيخلصوا الكهرباء بيتم تركيب الدينامو والبطارية، وكل جزء ليه علاقة بإن الموديل يدور. طبعا ما ننساش أهم جزء هو المحرك. الأول طبعا بيتم تركيب نظام التعليق. نظام التعليق اللي شايل الموديل كله طبعا بيختلف من نوع للتاني، ممكن شركات تنزله عادي وممكن شركات تانية تنزله كويل اوفر، وممكن شركات تانية زي النجمة مثلا تنزل موديلاتها بالاير سسبنشن. فنظام التعليق لازم يجربوه كويس جدا ويتأكدوا ان القطع سليمة وما فيهاش اي حاجة، الموديل كله مبني عليه، فلو في مشكلة لا قدر الله ممكن تحصل حوادث بسببه. طبعا اهم حاجة الاعتمادية بتاعة السسبنشن نفسه، ده كل ما يحتاج صيانة في وقت طويل كل ما كان احسن. بعدها بيتركب عليه الديسكات والفرامل، واكيد لازم يهتموا بالجزء ده لان هو اللي هيوقف العربيه. جزء العفشه كله بيكون ضامن نظام التعليق وعلبه الدركسيون والفرامل، فلازم يهتموا بيهم جدا اكيد لان هم اللي بيمشوك وهم اللي هيوقفوك. فمواد تصنيع الاجزاء دي ممكن تكون الالومنيوم او الحديد. المهم بعدها بيتم تركيب الجنوط والعجلات اكيد. خلينا نروح لاهم جزئين بقى وهو المحرك والفتيس. في العاده المحرك بيتم تركيبه الاول وبعدها بيتم توصيله بالجير علشان بيكون الموضوع كده اسهل بالطريقه دي. المحرك لما بيتركب لازم طبعا هيتركب معاه باقي الانظمه زي الفلاتر والرادياتير والسيور وكل جزء ميكانيكي حواليه. المحرك لازم يتأكدوا انه متثبت كويس جدا مكانه. هنا الموتور في العربية بيتثبت جوه الكبوت بطرق مختلفة علشان يكون ثابت وآمن. أول حاجة بيتم تركيبه على قواعد معدنية قوية بتتثبت في الشاسيه بتاع الموديل. القواعد دي بيكون ليها زي وصلات مرنة كده زي الجلب المطاطية، اللي هنا بيكون دورها انها بتمتص الاهتزازات وتقلل الضوضاء بتاعة الموتور نفسه. وبعد كده بيتم تثبيت المحرك بمسامير وصواميل، هنا بتكون مخصوصة لضمان انه ما يتحركش خالص أثناء القيادة. كمان في أنظمة دعم إضافية زي الأذرع والحوامل اللي بتثبت الموتور من الجوانب. في حاجات بقى إضافية بتكون اسمها شدادات، علشان من قوة الموديل الشاسيه ممكن يفتح بسبب العزم بتاعه، وده نادرا يعني. علشان كده في السوبر كارز عادي تلاقي في الجزء بتاع المحرك أكتر من 4 شدادات. الشداد ده بيكون مصنوع من الحديد، أو في بعض الموديلات بيكون كربون فايبر، وده بيكون قوي جدا أكيد. بعدين نروح للجزء اللي بعده هو تركيب الفتيس أو الجير بوكس. تبدأ عمليته بتجميع الأجزاء الأساسية بتاعته. أول حاجة إن الجير يركب على الموتور في وضعية محددة بدقة. بيتم توصيل الفتيس والموتور باستخدام صواميل قوية هنا، وبيتم التأكيد من تثبيته كويس جدا. وبعدها بيتم توصيل الدرايف شافت. بعد التوصيل بيتركب النظام الكهربائي من ضمنهم الأسلاك والحساسات، وبيحصل شوية اختبارات خفيفة علشان يتأكدوا ان مفيش اي تسريب. في النهاية بيجربوا العربية علشان يتأكدوا ان الفتيس الجديد شغال كويس ومفيش اي مشاكل في النقلات. بعدها نروح لاخر حاجة خالص وهي الشكمان، علشان يركبوا هنا بقى الاكزوست اللي هيسمعك الطرب بتاع الموديل. فاول حاجة لازم يتم تثبيت الانابيب الرئيسية للشكمان تحت العربية. بيتم التأكيد ان الانابيب محطوطة في المكان الصح، متوصلة بالمحرك بشكل مظبوط وما فيهاش اي مشاكل. الانابيب بتتربط بالمثبتات والمسامير. طبعا الموديلات الستوك بيتركب فيها علبة البيئة وكتم الصوت. بعدها بيتم التجربة وبيتأكدوا ان كل حاجة تمام ومفيش اي تسريب. واخر خطوة بقى قبل ما الموديل يبدأ يتباع لازم يعملوا اختبارات كتير. في نسخة بتتاخد وبتكون عبارة عن زي فار تجارب للخط اللي اتعمل منه العربية. بيجربوا محاكاة للحوادث وان العربية سليمة ومفيهاش اي عيوب تصنيع. وفي بعض الشركات فيها مهندسين بيبصوا على نسخة علشان يتأكدوا انه مفيهاش مشاكل. وبعدها بيتم تصدير الموديل للمعارض وللعالم كله، وبكده بيكون تم تصنيع الموديل من الصفر. خطوات التصنيع مش مظبوطة قوي، وده لان لو رتبتها هتاخد وقت كبير جدا على الفيديو ده لو انت عايزني اشرح لك تفصيلة. فلو فكرة الفيديو ده عجبتك اكتب لنا عن ايه اكتر جزء عايز نتكلم عليه في العربية نفسها. بس كده، سلام.